السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نديكوا خبر كده لسه فريش طازة النهاردة. سمعته في التلفزيون في الأخبار بعد ما رجعت من الشغل كده وبتفرج على الأخبار. آه، أسمعكم الخبر الأول وبعدين أترجم لكم إيه اللي حصل. The Church of England is considering whether to stop referring to God as He after priests asked to be allowed to use gender-neutral terms instead. The Church said it would launch a new commission on the matter in the spring to decide whether to propose changes or not. هو اللي حصل أو اللي اتقال إن الكنيسة بتاعت إنجلترا هنا آه، طالعين بحاجة جديدة. وهي إن هم مش عارفين ربنا اللي بيعبدوه هم، مش ربنا بتاعنا احنا، لا ربنا بتاعهم هم مش عارفين إن كان راجل ولا ست. واللي طول فترة العصور اللي فاتت دي كلها هم كانوا بيقولوا هي، اللي هو على أساس إن هو راجل يعني. فدلوقتي عايزين يبطلوا يقولوا كلمة هي دي، يعني عايزين ولا يقولوا لا هي ولا شي ولا هو ولا هي ولا أي حاجة. عايزين يطلعوا بمصطلح جديد، فيما معناه كده يعني مصطلح محايد بين الجنسين. فترجمة الكلام اللي هم قالوه في الكنيسة النهاردة، أنا دخلت على الإنترنت وجبت كل اللي حصل في الكنيسة وترجمته هولكو، يعني أنا ترجمته على جوجل ترانسليت علشان يكون الموضوع سهل إن أنا أقرأه لكم على طول من هنا. بيقول لك في جملة كده شدتني شوية، يعني اللي هو إيه: لقد أدرك المسيحيون منذ العصور القديمة أن الله، ربنا بتاعهم مش بتاعنا إحنا، أوكي، ليس ذكر وليس أنثى، ومع ذلك فإن الطرق المتنوعة لمخاطبة الله الإله اللي هم بيعبدوه أيا كان ووصفه الموجود في الكتب المقدسة لم تنعكس دائما على عباداتنا. حد بقى يفهمني إيه الكلام ده؟ لأن أنا شخصيا مش فاهم حاجة. ولكن يعني هم بيعبدوا ربنا، معرفش بقى لهم قد إيه. بيقولوا عليه جاد بالإنجلش، ومحد يعني كانوا معتقدين السنين اللي فاتت دي كلها إن الجد اللي بيعبدوه او الاله اللي بيعبدوه، او خلينا نقول الله لان احنا عارفين ان هو الله واحد ايا كان. مهما بص عملوا، مهما قالوا، مهما عادوا، مهما زادوا، والله لو اتشقلبوا على الحيطه هو برضو رب واحد، الله بس. المهم ان هم مش فاهمين. هم السنين اللي فاتت دول كلهم كانوا بيقولوا عليه، يعني بيوصفوه كراجل، هي، هو. ودلوقتي هم عايزين يغيروا الموضوع ده ويلاقوا مصطلح محايد، علشان لو طلع ان الرب اللي هما بيعبدوه ده راجل يبقى المصطلح ده ماشي معاه، ولو طلع ان الرب ده بيعبدوه طلع ست يبقى برضه المصطلح ده ماشي معاه. لا اله الا الله. انا قلت اشارك معاكم الموضوع ده، وال... واللي عنده رأي يقول لنا، وربنا يعيننا ويصبرنا على بلاش نتكلم بقى، عشان انا بص انا لو فتح انا اساسا مبقوق، ولو فتحت مش هقفل. ما علينا. اشوفكم الفيديو الجاي، بجهز لكم فيديو حلو، تابع معايا واشوفكم على خير. سلام.